السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو انت مش مسجل ببرومو كود ايهاب 11 على ميجا بيري، سجل ببرومو كود ايهاب 11 عشان تاخد 200% على اول ايداع، و100% يوم الجمعة، و100% يوم الاثنين. طبعا هو الفيديو ده هيبقى طويل شوية ومختلف، بس انا عايزك تركز في الكلمتين علشان انا مش عايز اغلط في حد. تمام. وفي نفس الوقت مش عايز حد يحور عليكم. فكل اللي عليك ان انت هتيجي في الفيديو ده وهتعمل لايك. لازم يا جدعان الفيديو ده يوصل لعدد لايكات كبير. بص 300 400 لايك، لان انت لما بتحط لايك على الفيديو بيروح لكذا حد، ناس كتير بتشوفه اكتر. فانا عايز الفيديو ده يوصل لمشاهدات كتير، والناس كلها تشوفه، والناس كلها تعرف حقيقة الناس اللي بتاكل بعقلك حلاوة. تمام. فانا هخش ارد على واحد عبيط كده في التعليقات. هشوفه هو، بس هجيب التعليق بتاعه اهو. هو ده العبيط اهو. تمام. او بيقول لي ايه بقى؟ انا دخلت على الفيديو بتاعه فبقول له اصلا اقل مبلغ للسحب 20,000. تمام. خش كده بقى اعمل ايداع، هتلاقي الايداع عنده مقفول. ده مبدئيا. فراح هو رادد وقال لي ايه؟ ده بقى مشكلة اللي عامل فاهم على الفاضي. يعني هو بيتكلم ان انا مش فاهم. ازيكم اخواتي عاملين ايه يا رب؟ فاحنا ايه، هنشغل الفيديو بتاعه وهنسيب الكلام للناس اللي فاهمه واللي بتتعامل في فودافون كاش بمبالغ كبيره، مش ب 100 وب 200. فاهمني؟ لان انت لما بتروح تشغل اي محفظه فودافون كاش من فرع فودافون كاش او اتصالات كاش او اي حاجه يعني خاصه بشركه الاتصالات، بيقول لك ان المحفظه الليميت شهري 100,000. يعني انت ليك تتعامل، هي بتشيل لحد 100,000، وليك تتعامل في الشهر تعاملات ان انت تبعت وتستلم 100,000 في الشهر. بالنسبة للتعامل اليومي 30,000 في اليوم. يعني انت ليك اصلا 30,000 في اليوم بس اللي تتعامل فيهم. ساعات انت بتيجي تحول على الابليكيشن فلوس، بيقول لك ايه؟ ما بيرضاش يحول، بيقول لك ان هو قافل ليميت، او بيقول لك مش فاكر يقول لك ايه. عزيزي العميل، المحفظه ديت مش هتقبل من حد فلوس، او مش هينفع تبعت انت لحد فلوس لان انت محفظتك بتبقى قافله ليميت. ده ليميت اسمه ليميت يومي، بيبقى 30,000 في اليوم ليك ان انت تستلم لحد 30,000 جنيه بس في اليوم، اكتر من كده لا. تمام. فاحنا هنشغل الفيديو بتاعه. تمام. وهنشوف وهنركز في نقطه مهمه قوي. اسيبكم على الفيديو بقى، يلا بينا نكمل الفيديو كده. بتكونوا بخير. طيب هو فيديو النهارده ممكن يكون مختلف شوية وجديد شوية برضك علينا. ايوه. فبصوا، هو فيديو النهارده فكرته للناس اللي بتقول لي الحساب ده ديمو، الحساب ده حساب تجريبي والكلام ده كله. طيب بصوا يا شباب، انا ماشي بمبدأ في اللعبة دي. المبدأ ده اللي هو اي حساب عندي بيوصل 400,000 جنيه مكاسب، تمام، يعني بسحب من عليه 400,000 جنيه، انا بوقف الحساب ده ما بلعبش بيه تاني. تمام. الحساب ده انا ساحب كده من عليه 460 تقريبا. طب تمام، هو الراجل ساحب 460 من على الحساب. تمام، صح كده؟ صح كده. طيب هو دلوقتي ساحب هنا 29,000 فوق خالص. هنبص بقى على التاريخ فوق. هنا بيقول لك هو ساحب يوم 9/11 الساعة 9:44 دقيقة. طب ماشي، على فكرة طلب السحب في الاكونت الديمو بيتعمل عادي، وبيقول لك تم استكمال الطلب بنجاح وكل حاجة. هو ساحب هنا 29,000 على رقم 010/8 ماشي، وساحب 30,000 على رقم 011/5. تمام. وساحب 11، ساحب 30,000 تاني. ده كل ده في نفس اليوم، واخد بالك؟ بس الارقام متغيره. ماشي، انت تمام، انت كده تمام. شفت الرقم اللي هو 3 وحيد ده اللي اخره 98؟ تمام اهو. احنا دلوقتي مع بعض اهو، هنكمل الفيديو. بصوا، ضرب السبح بالناجح 29 30 30 30 30 28 ونص 30 30 30. دول سحوبات النهارده. تمام. يعني دول السحب اللي حصل النهارده. فانا مش كل شويه اطلع اقول لكم والله ده 30 30 30 30 28 ونص 30. حلو قوي، نقف بقى عند الحته دي. بص اخر 3 سحوبات تحت، اخر 3 سحوبات تحت اصلا. بص، هو ساحب على نفس الرقم، ساحب 30 في 30 في 30 في 28,500. ده رقم ايه ده يا جدعان اللي بيشيل 90,000 ادي 100,000 110,000 118,500؟ انا عايز افهم ده رقم ايه؟ ده رقم ايه اللي بيشيل؟ ده مبدئيا. ثانيا، ان انت اصلا ما ينفعش تسحب من الاكونت. اولا انا مش عايزك تفتح لي القايمه دي، انا عايزك تطلع في الفيديو يا صاحبي وتخش على الاكونت ده، تعمل لي اللي انا بعمله لك ده. تدخل كده على الاكونت كده اهو قدام الناس،
وتقول انا بقى الاكونت بتاعي مش ديمو وانا الفشيخ اللي مفيش من دين اتنين، وتقوم داخل على الاكونت كده، تمام، وتقوم داخل لي على كلمة إدارة الحسابات، وتوريني انت كنت عامل ايداع بكام. ده الاكونت الديمو. بص، ايداع بمبلغ 42 كام 243,819. الشركه اللي عامله الايداع، انا عملت طلب سحب وقال لي تم استكمال التحويل بمبلغ 20,000 عادي مدفوع الجوال وزي الفل ومية مية. انا ممكن اعمل لك صف سحوبات كده، واقول لك اهو بص، انا ساحب 30 في 30 في 20 في 15 في 10 في 12 في مش عارف ايه، واوريك. انا عايزك بقى تخش لي على الكلمه دي، على اداره الحسابات كده، وتوريني ده مبدئيا. وغير كده تخش لي على كلمه ايداع، وتوريني ان الايداع عندك مفتوح مش مكتوب لك فشل، تمام، زي الاكونت ده كده لان ده ديمو برضه. وتوريني كده اللي قدامك، تمام، وتخش توريني انت عامل ايداع بكام وبتلعب ازاي والكلام ده. لما انت جامد ما تخشش توريني رسائل هي اصلا بتبقى موجوده في الاكونت الديمو. ده الرد على الراجل اللي عمال يقول لك مش عارف ايه ومش عارف ايه. انا ما كنتش ناوي ان انا نطلع نهاجمك على اليوتيوب واطلع اتكلم، بس انت اللي جبت لنفسك، تمام، زي ما بيقولوا انت اللي جبته لنفسك فانت تستحمل. فخلينا نكمل الفيديو بتاعنا. احنا طبعا الفيديو ده معمول عشان البنوتة اللي دخلت اتكلمت في التعليقات عندي وقالت انا عايزة استراتيجية الغلابة اللي هي ب2000 جنيه، هنلعب ب2000 جنيه وبتاع. قلت لها تمام وهعمل لك الفيديو، وعملت الفيديو النهاردة وسحبت كل الفلوس اللي في الاكونت وسبت فيه 2000 جنيه بس، وطلعت عملت الفيديو بس. الحمد لله يعني ايه، شكلنا اتحسدنا. الفيديو قدامكم، احنا خسرنا، تمام. الفيديو اهو، احنا كنا بادئين ب2000 جنيه وكتبت استراتيجية الغلابة وكله زي الفل، وهي بتقول لي ايه انت اتحسدت في الاول. طيب ماشي، احنا هنلعب دلوقتي. انا شحنت 4000 جنيه. انا دايما كطبعي لما بخسر 200 جنيه بشحن ضعفها عشان اعوضها، ما بشحنش اقل منها او قدها، بشحن ضعفها. يعني انا لو خسرت 200 عشان اعوضها بشحن 400. فانا دلوقتي شحنت كام؟ 4000. هوصل ال 4000 دول 8000 جنيه، يبقى انا عوضت ال 2000 اللي انا خسرتهم وجبت كمان ايه 2000 عليهم. طب يلا بينا يا بوب، حضر بقى يا باشا كده كوباية الشاي الجميلة بتاعتك وسجارتك، ويلا بينا نبدأ. هنبدأ الأول كده في لعبة التفاحة. أنا بحب أبدأ بيها في الأول، تمام. هاخد منها دورين وأقفل. مش مشكلة إن أنا أخسر دورين فيها بتمانيات، أنا لحد دلوقتي ماشي زي الفل. أنا في لعبة التفاحة دي مش هبدأ أجازف إن أنا أطلع أكتر من 3 طلعات، أنا عايز أوصل 3 طلعات وأطلع، تمام. فأنا هحط في الدور ده 128، أطلع طلعتين تالتة وأسحب. هلعب كمان دور، مش مشكلة. هبدأ أضيف الدور اللي جاي ضعفين، يعني 500 مثلا، وأطلع طلعتين كده وأسحب. بقينا 4 ونص. هاخد كمان دور واخرج من اللعبة خالص، بس يا رب ما يجلش معايا. حلو أوي. بقينا 4900. خرجنا من اللعبة، هندخل لعبة 21. هنجرب كذا لعبة مع بعض كده، اللي هو ايه، برضو عشان انا مش عايز اثبت في حتة واحدة، لاني لما بثبت في لعبة واحدة بخسر. زي الفيديو اللي فات ثبت في لعبة كلير وعاندت معاها، خسرتني. لعبة 21 هم غيروا ماشي. هو هنا 12 و12، هتك المزيد انا. بقيت 19، هعمل توقف. هو 18 انا فزت، هكمل. هنا 21 انا فزت، يبقى الدور اللي جاي ده هو هيخسرني فيه سكة ودغري. 13 هعمل المزيد، بقيت 21 برضو انا فزت برضو، هكمل. 8 و9، 15 هخسر. 23 عيب عليك. 11، 15. بص، استراتيجية اللعبة دي اللي هو انت المفروض انت اللي تحت اهو اللاعب وهو الموزع، انت المفروض ما تعديش ال21 في نفس الوقت تبقى اكتر منه، فاهم. فانا هاخد كمان كارت، بقيت 19 هوقف. هو جاب كام؟ جاب 25، انا فزت. هبدأ اضيف انا الدور ده بقى عشان بس ايه ناخد دور ونخرج. هو 19 هو هيفوز الدور ده، لا انا فزت. بقينا 5079. هخرج من اللعبة بقى عشان ما اطولش فيها. هاخد دور في الطيارة كده عشان ما لعبتهاش من زمان قوي. انا هعملها رهان آلي، وهحط الرهان الاساسي هحطه مثلا 100 جنيه، وهخليه يسحب عند 2 x 2. والعودة للرهان، العودة للرهان هضاعف الرهان لو خسرت، وهرجع للرهان الاساسي لو ايه، لو كسبت. يعني لو كسبت هيبدأ هيتني شغال ب100 زي ما هو، لو خسرت هيراهن لي 200 تلقائي مع نفسه، وانا عامله يسحب عند x 2. والمبلغ الاقصى للرهان هخليه 1000 جنيه، عشان بس ما ايه ما يخسرناش الفلوس كلها. لو خسرنا كذا دور ورا بعض هعمل وضع الرهان الآلي واسيبه مع نفسه. هو كده هيحط 100 جنيه
وهيسحب عند اكس 2 لوحده. لو خسرت هيضاعف الدور اللي بعده، هيحط 200، لو خسرت هيحط 400، فاهم؟ هو كده سحب عند اكس 2، هو بيسحب مع نفسه، فاهمني؟ انا بقينا 179. هو الدور ده بقى برضه هيحط 100، هو بيراهن مع نفسه وبيسحب مع نفسه. تمام. انا ماشيه استراتيجيه اكس 2، اللي هو انت فاهم، اللي هو انا كاني بلعب دايز مثلا. هنا بقى هيبدا يحط 200 جنيه. بص الفلوس هتنزل ل 4800. بص بص 4800. بس هو يا رب يوصل اكس 2 عشان يعوض ال 100 اللي راحت. انا عملتها اكس 2 عشان يعوض اللي راح، فاهم؟ اه تمام كده. هنزيد بقى، انا ب 5200. شفت؟ دي استراتيجية لعبة الطيارة. دي الناس اللي عايزة تلعب لعبة الطيارة. الكلام ده والله ما حد قاله على اليوتيوب. الكلام اللي انا بعمله ده والله ما حد قاله. هو كده راجع ل100 تاني. لما بتكسب بينزل لك الرهان تلقائي مع نفسه، تخسر هيضاعف لك مع نفسه، فاهمني؟ دي افضل استراتيجيه للعبه الطياره لو انت عايز تحقق منها ربح. بس لازما برضو يكون معاك راس مال، عشان ممكن يقع في 3 4 ادوار ورا بعض. هيوصل لك الرهان لمده 1000 جنيه. فال 1000 جنيه ديت لو وقعت بعدها هتزعلك، هتزعلك زعل جامد. كده احنا هنبقى 3000، هنبقى 5300. انا هجيب 500 منها في الوضع اللي احنا فيه ده واطلع منها خالص. انت بقى عايز تحط في الرهان 8 جنيه، 10 جنيه، اللي انت عايزه. لو معاك مبلغ صغير حط مثلا الرهان الاساسي بتاعك 10، وخلي اقصى رهان ليك 100، ويجيب لك اكس 2 تجيب لك 200 300 جنيه من لعبة الطيارة، ومضمونة فشخ، مضمونة قوي. فاحنا هنكمل. هو دلوقتي ضاعف لان انا خسرت، هو ضاعف الرهان اللي بعده، فاهمني؟ فاحنا هنكمل معاها نشوف هتجيب ايه معانا. لو جابت الدور ده هتجيب 400 جنيه، ما جابتش هتضاعف اللي بعده، هيحط 400 في الدور. حط 400 جنيه هو كده. لو احنا جبنا بقى هنجيب ال 500 جنيه، بس يا رب تظبط. ممكن تقع بدري، فانا حاسس انها هتخزوقنا الصراحه. لا. بص وقفت على يا دين امي، وقفت على فسوه. وقفت على فسوه. هو كده حط كام في الدور؟ هيحط 800 جنيه. حط 800 جنيه في الدور. نشوف كده بقى هو هتعمل معانا ايه. يا رب تظبط الدور ده، عشان لو ما ظبطتش هنخرج من اللعبه خالص. يلا يلا يلا. بس ظبطت. الغاء الرهان الآلي. انا لغيته. بقينا 5400. تمام. تمام. نخش لعبة تانية. هندخل لعبة اندر ارض اوفر، وهنحط مثلا 128 ونعملها اكتر. جت اكتر من 7 هتفوز. بقينا 600، هننزل ل8 ونخليها اكتر برضو. الدور ده فوز برضو، الدور اللي بعده اكتر فوز برضو. تمام. هنحط بقى في الدور ده 225 نخليها اقل. جت 7. ماشي اقل تاني. جت 7 تاني. اقل تاني. جت اكتر. مش عايزة تيجي اكتر ليه؟ هنضاعف ونخليها كده. جت 7 برضو. اقل. حلو الدور ده ظبط. 5000 اقل تاني. أقل برضو. جاب 5200. هننزل ل8 ونخليها أقل. أقل. حلو أوي. هنضاعف ونخليها 7. لو ظبطت الدور ده هتظبطنا ظبطة بنت حرام. 7 تاني. كمان دور 7. 6 يا خسارة. طيب هنضاعف ونخليها 7. 4. 7. مش عايزة تظبط. 7. 6 برضو. ماشي آخر دور. ما ظبطتش. مش مشكلة. مش مشكلة، هنعوض من حتة تانية. احنا معانا 800 جنيه متعلقين عن ال3000، هحطهم في التفاحة واطلع بيها شوية. هنعوض ان شاء الله باذن الله يا شباب، ما تقلقوش. ان شاء الله باذن الله هنعوض. اهو. جبنا ال 4900 تاني. هنلعب كمان دور. هنا 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 هنا. ما جاتش. دور ب 1600 مجازفة. دور مجازفة. انا عايز اطلع كمان واحدة. هاخد دي. يا الله.
ماشي، مش مشكلة. هخطف دور بقى من كلير يكون دور عباسي زي ما بيقولوا. هحط المبلغ اللي معايا كله زي ما تيجي. يا دين امي على الخسارة. طيب. طيب يا شباب، كده احنا خسرنا 4000 في 2000 يعني 6000. انا محتاج ان انا اشحن في الاكونت كده 12000 جنيه عشان اعوض الخسارة دي. كده كده انا لو خسرت بنزل الفيديو برضه، وهو واضح ان احنا اتحسدنا برضه يا بنتي، والله زي انت ما بتقولي. فكل اللي انا طالبه منك ان انت تعمل لايك عشان الكلمتين المهمين اللي انا قلتهم في اول الفيديو، رد على الكائن اللي كان بيتكلم ده. فاعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات، وان شاء الله هنعوض الخسارة في الفيديو اللي جاي. استنوا مني فيديو ممكن انزله النهاردة وممكن انزله بكرة. انا هروح اشحن دلوقتي تاني وهعمل فيديو تاني. السلام عليكم يا جدعان، اشوفكم في فيديو جديد.